الاوفر اللي الاهلي عامله في قصه سيد عبد الحفيظ، لدرجه ان في ناس بعت لي رسائل تقول لي استاذ محمد قول لنا حصل ايه في اتحاد الكوره النهارده. ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ احنا في محكمه، في محاكمه. الاهلي بيقول اللعيبه بتاعتي اتشتمت من الحكم، بس هو ده الموضوع. وانا اتظلمت في فاتحاد الكوره قال له تعالى اسمع، مش انت عايز تسمع الفار؟ تعالى اسمع. راح يسمع محمود عاشور والحكم قالوا ايه لبعض وقت البينالتي، وهل فعلا قال له خد يالا امشي يالا وزق وشتم الشحات والشناوي والناس دي، ولا لا؟ بس ايه القصه؟ فين ايه الموضوع يعني؟ والاسماء والدخول والخروج، وناس تكتب تقول لك اصله ممنوع دخول التليفونات. ليه يا ابني؟ ليه يا ابني ممنوع دخول؟ وتسيب تليفونك على الباب وتحطه في جراب وتاخد رقم؟ ايه يا جماعه؟ ده يا جماعه ده افلام هندي، دي افلام هندي والجمهور مصدق. ده الناس والله العظيم جاي لي رسائل وانا على الهواء بكلمكم، والنبي طمنا ايه اللي حصل في اتحاد الكوره دلوقتي. ده احنا في افلام بوليسيه. اوفر قوي القصه دي، مأفوره قوي يعني، معديه الفلنكات. مش فاهم ليه يعني. هو كل الحكايه الاهلي عايز يقول الحكم اخطا في اللعيبه بتاعتي. الفار على فكره التسجيلات دي شغاله طوال 90 دقيقه لغايه ما الحكم ينهي المباراه ويدخل اوضه اللبس. فالصوت موجود، اي حد من طاقم التحكيم في الفار او من خارج الفار اللي هم اللي في الملعب صوته موجود بالاربيس والهاند فري بتاعه. فبس هي دي القصه. فانت هتخش تشوف، يقول لك لا ونجيب خبير، اصل مين قال؟ فاتحاد الكوره يقول لك ده انا عامل لك دي جدعنه، هي مش موجوده في اللائحه انك تيجي تسمع فار اصلا. فالاهلي يقول لك طب وهي اللائحه قالت تحدد لي جهاز فني واداري؟ مين قال ان في لائحه بتقول هذا الكلام؟ هو انت مش شفاف ورئيسك في الفيفا وفي الكاف؟ يا راجل يا شفاف، ما تخليك شواف. ولا بقيت بتخاف؟ انا مبسوط من الحاجات دي على فكره. ليه بنتسلى؟ يعني احنا بنتسلى كلنا بصراحه بالحاجات دي. ويتكلم انه كره سيراميكا مش بينالتي. قال لك هو اللعيب هيمشي ومش طائر، هو طائر بطريق. احنا يا جماعه، انا قلت كتير محدش يستعمل. يعني قول لي كلام يدخل مخي. حتى المثال اللي جابه لنا في الاول في النموذج اللي عمله في الرد بتاع اتحاد الكوره، مثال ملوش علاقه بالكوره. الاهلي الكوره بتاعته ام حاجه، وجاب لنا مثال من بطوله عالم كره نسائيه ملهاش علاقه بالموضوع، كره كورنر وعليها تنافس، غير كره متشاته من 10 يارده واللعيب شايفها وفرد ايده. خد بالك، هو اللعيب الكره جت بين ايه؟ بين ايده وجنبه. هو بيقول لك اصل مشتهر بطريق، هيودي ايده فين؟ ما هي اعرف اعملها كده اهو، تبقى جنبي كده، ما انا شايف الكرة جايه. اقول لك توديها فين؟ ها؟ تحب اقول لك توديها فين؟ توديها هنا كده اهو، اهو تبقى جنبك كده. ما تعملهاش كده، ما تفردهاش، فالكرة تعدي بيخبط في ايديك وبين جنبك وايديك كده، انت فردتها حضرتك. لكن هرجع لكم تاني لتصريحات اوسكار رويز لان فيها ايه؟ ماده حلوه. قال لك ده الدنيا كلها في عندها اجانب، ما ينفعش اتهاجم علشان رئيس لجنه الحكام اجنبي. يا راجل، الكل بيتكلم عن مرتبي، ومع ان مرتبي ما يجيش نص اللي كانوا بياخدوا اللي قبلي، ومحدش يتكلم معايا في التجديد، بس الدوري يخلص ونشوف. لكني مبسوط طبعا. وفي انبساط اكتر من كده؟ ده انت مبسوط قوي، ده انت مبسوط جدا. ده ما فيش حد مبسوط في الدنيا قدك. ده انت ما بتعملش حاجه ومزاجك عنب وقاعد مبسوط وبتعمل اللي انت عايزه كده، مبسوط. مبسوط قوي. انا عارف انك مبسوط والله، والناس بسطاك في اتحاد الكره وسايبينك تعمل اللي انت عايزه. انا عارف، انا عارف. فيش كوره، فيش شوطه، فيش اختراق. امام عاشور، الله،
اديله انا بقيه ال 50 مليون اللي هو عايزهم؟ تعالى يا ابني خدهم يا ابني، دي المشكله، خدهم يا ابني خلاص ماشي. احنا بص، عايز اقول رساله لادم وطني، نقلا على لسان ناس اصحابي اهلاويه. يا ادم يا وطني جاي، خلاص اكتفينا واستسلمنا. وكيل امام عاشور جاي، خلاص بقى بطل، اقف بقى، اعترفنا وبصمنا وكل حاجه. وكيل امام عاشور ادم وطني اللي هو عصاه قبل كده ولسه شغال، والاهلي بيلعب عادي جدا، لان واحد واقف بره بيخاف من النجوم. بقول لك شخطت فيه وقلت لهم هو ينفع نعمل كده بعد الجول؟ فاتضايقوا جدا، فخدوا راحه 4 ايام. انا ما اعرفش حد عيط ولا لا في اوضه اللبس، يعني حد انفجر في البكاء من الاهانه ولا لا؟ ما اعرفش. ده ايه الزمن ده؟ ايه الزمن ده؟ احنا بنلعب زمان كوره، وحتى احنا بنشتغل في شغلنا واحنا شباب صغير، خد يد كده، كنا بناخد على دماغنا بالصرم عشان تشتغل وتتألق وتنجز. كناش بننام عشان نعمل شغل ونبني نفسنا. مش ايه ده؟ ايه الجملة دي؟ اه والله، هتروح حسام حسن يخشوش والله. كله بقى ده بقى اركنه على جنب. النجم بقى زيزو، هو زيزو عنده كهرباء زيادة او حاجة؟ مش عارف، في كهرباء زيادة يعني بيجري لغاية ما يخرج بره الملعب، مش عارف يباصي كورة، بيجري قبل الكوره، يعني يجري يبقى سابق الكوره، كوره تحت رجليه، وفجاه الاقي زيزو سابق الكوره والكوره بياخدها اللي وراه البيك. صح ولا غلط؟ هو زيزو نفسه الماتش كله يبقى كرانر، عشان نقول زيزو لمس الكوره 40 مره، في منهم مثلا 39 كورنر. هو نفسه الحكم كله شو يحسب كورنر، والراجل قال له المدرب يا زيزو الكرانر بتاعتك، فعايز كله كرانر كرانر كرانر. ده امبارح يا جماعه درس، لو انت عايز تتعلم الشيخ حسني وهو بيعمل باص. الشيخ حسني ده اللي هو الفنان الراحل العظيم محمود عبد العزيز، في الفيلم بتاع الكيت كات كان اعمى. كميه ميس باص من زيزو وامام عاشور وتريزيجيه، الشيخ حسني اللي بيباصي، يبقى لعيب جنبه كده ويلعب بتاع سموحه. عايز يعمل بقى باص طويل شويه ما فيهوش نفس يا عيني، كتكوت، فما توصلش تروح لسموحه. هم دول نجوم الاهلي، هم دول بقى الموسم المدمر للنادي الاهلي، ولا المدمر لاعصاب جمهور الاهلي، ولا المدمر والخانق لجمهور الاهلي؟ سيبك من ده كله بقى، هنتكلم عنه بعد شويه نكمله. ايه الاوفر بتاع السيد عبد الحفيظ انه هيحضر في اتحاد الكوره ولا مش هيحضر؟ تفريغ الفار، او يسمع الفار وبيانات، واتحاد الكوره يعمل بيان ويرد عليه الاهلي ببيان، وده جواب و4 صفحات و6 صفحات. ايه يعني سيد ابو حفيظ حضر ولا ما حضر؟ خلاص الالفه يعني الاهلي ما فيهوش لماح على سيد ابو حفيظ، ما فيهوش واحد يعني ذكي غير سيد ابو حفيظ، ما فيهوش واحد يعرف ان الفار الكلام ده اتقال ولا ما اتقالش غير سيد ابو حفيظ. اصل عشان لو لعبت في الفار فانا عايز واحد بتاع تقنيه فيديوهات. ايه يا عم تكبرين الموضوع قوي. يا عم احنا عايزين نسمع الكلام يا عم من غير فار. يا عم انت لو كلمت محمود عاشور هيحكي لك، والله العظيم وحياة امي عادي يعني. تكبرش الموضوع. بص على فرقتك المنهارة، بص على فرقتك المنهارة اللي هي لغاية النهاردة تاخد الدوري. يعني لو ما خدتش الدوري تبقى خيبة من خيبات هذه الإدارة. كبرش احنا خلاص قلنا فيما فيه الكفاية في قصة وفا والبينالتي وسيراميكا واوسكار البتاع، وهنتكلم بعد شوية بما فيه الكفاية. لكن لو انت جامد بقى بتكسب الدوري جالك، وبيراميدز امبارح اتعادل، ورجع لك الدوري يقول لك يا ايه خدني فرجنا يا نور،
ده سموحه يا راجل، ده كهربا لعب بسموحه الكوره، كهربا لوحده